الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد. شلونكم أهلي وناس الطيبين؟ يا رب كلكم خير صحة وسلامة وعافية. وتعالى اليوم ويانا بروتين كلش حلو، وإن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو. وما أنسى وأقول يا أهلا وسهلا باللي انضم بالقناة، وعلى عيني وعلى راسي من الكبير للصغير. أسعدتوني ونورتوني بالقناة حبايب قلبي، وتعالوا نكمل الفيديو سوا. واهم شي لا تنسونا باللايك والتعليق الحلو. وهنا مثل ما تشوفون خلصنا الريوق، ورحت اني وابو زمونة حتى نشوف القماش. لين راح اخذ قماش للدواشق او الفراش نقول، واسوي من عندهم اللي يزود اسوي منه اللي يعني يبقى منه اسوي مخاد. هنا مثل ما تشوفون صورت لكم هيك كم لقطة من المحل اللي رحنا أخذنا من عنده القماش. وهنا جيت أفصل القماش، وعلى واحد من الفراش فصلت عليهم كلهم. أنا راح أخلي بيهن 3 أصابع زيادة، لأن يعني خاف يعني زايد أو أعوج أو يطلع يعني نقول بعض المرات من يقصونه البياع فيكون بيه شوية يعني لو عواج لو نقول شي غلط يطلع بيه، فخليت بيه 3 أصابع زيادة. أني إذا كان أنا أقدر أقرمه أو أقدر أسوي هنا مثل ما تشوفون نزلت كل الفراش. احنا نسميهم الدواشق، فما أعرف انتو شو يسمونها. فنزلتهم هي الفراش مال المنام، وفصلت وبديت أخيط. هنا مثل ما تشوفون نزلت الماكينة بالقاع، لأن هي صراحة هي إلها ميز، فأكثر شي أخليها بالقاع وأخيط. هاي الماكينة ماكينة أمي، أنا صراحة بعت ماكينتي البراذر، فجبت هاي الماكينة مالت أمي خطية. هسه هي أمي اشترتها ماكينة نفس هاي، فيعني أنا استحليت هذي. لا إذا أيمت ما يريدون أنا يعني أوديها لهم يخيطون و... بس أكثر شي يعني يمي، لأن أنا ما أقدر أستغنى عن الخياطة. مثل تنقول شي اللي إلهم أخيط. فهنا مثل ما تشوفون حبايبي رجعنا للقماش وخيطته وكملت. يعني هو هاي تقريبا 11 متر، لا 12 متر. سوى إلي 4 فراشات أو 4 دواشق و6 مخاد. خيطتهم بهاي الطريقة وكملتهم. هي هاي الفراش فراش المنام، بس مرات يعني أخليهم هيك يفرشون بالهول هذا، لأن عندي الجهال يقعدون يباعون على التلفزيون، فأخليه بهاي الطريقة. هنا مثل ما تشوفون كم كملتها. هنا بنات أني من أمنتج لو ثاوب لو أنعس لو أسحق، فأنتو هم مثلي بالمونتاج هيجي، فما أدري. كملت. وهنا سويت أني صراحة مسوية الغدا، فيعني انتظر أبو زمن حتى يكمل ويصلي ونتغدى. وهذا كان غدانا، والحمد لله يا ربي ألف الحمد لله على النعمة. فهنا سويت يعني تشريب دجاج، وخليت وياهم طماطيتين يعني كلش صغيرونات، فتحتهم من النص. وهنا سويت التمن بزل أو شخل سويته. حبايب قلبي لا تنسوني باللايك والتعليق الحلو من ايديكم الحلو. نشيل اللايك لان اللايك يصعد مستوى القناة. وسويت زلاطة، وعدنا الرقي لين طاها كلش يحب الرقي. وهذه الغداء خير ونعمة من رب العالمين. يا ربي يطعم كل جوعان. وهذا تشوفون الغداء خلصته، وراح ارجع وياكم بالفيديو. لا تنسوني تعالوا ويانا حتى نكمل الفيديو سوا. هنا كملنا الغداء، ورا ما خلصت الغداء اكيد غسلت زمن المواعين، واني بلشت بالخبز بس مو رأسة، تقريبا بالستة هيجي أنا او بال5:30. اي بديت ابلش بالخبز. هنا ما شاء الله العجين مختمر. اني خبزت وياكم قبل فترة، بس
نص بيت لأمي، فيعني تعرفون خضار وهاي خلاص فبديت هم أعجن وخبزت إلنا ما شاء الله يعني من أخبز ما أخبز يعني شي قليل، لين أخبز هواي، لين أني بصراحة مو يومي أخبز، بس من أدز لأمي لازم يعني أخبز أني مرة ثانية. هنا بديت طريقة الشنج أول اللي تقطع. هنا خلصت وراح أبلش وياكم بالخبز. هذا الطحين الوجبة الثانية. شوفتكم ذاك الفيديو الوجبة الجديدة، فيعني راح يعني احنا قلت لكم اني مو كل شهر اجيبه، فراح جاب الشهر الله وجبة ورا وجبة اجتي. احنا يعني هي تنقول احنا جبناه وجبة ورا وجبة، لين ذاك الشهر ما جبناه بقى، فمن راح يتأكد من الورقة فاحنا طلع يعني شهر من ماخذين، فراح جاب هاي الوجبة الجديدة له. هاي صحيح هو كلش حلو الخبز، بس ما ينطي روحه كلش يعني يعني هيجي تنقول مايع او سياح، بس شنو الخبز مالته حلو. وهذا تشوفون الطريقة الخبز لين كلش يعني باللي تقطع فد نوب يعني سايح. وهنا مثل ما تشوفون يعني فد نوب ما ينطي روحه بالخبز. وأنا أقول يعني إذا ترى نقول تقيسين يعني من هاي الطحين ومن هاي الطحين يطلع كلش زين الخبز. أنا ما عجنت يعني صراحة عن حق تجربة، لا على قولت أمي خليت راسي بالقوانية وطلعت طحين كلش هواية، فيعني تبهدلت ما خلصته. وهذا طريقته الخبز بالنهاية. صحيح هو كلش حلو الخبز، بس باللي تقطع أو اللي تفتحين الخبزة ما ينطي روحها بالهف احنا نسميها. وخلصت وقبل ما يأذن المغرب رحنا نجيب كيكة اليقين، لأن صراحة أني ما سويت لها عيد ميلاد بوقتها. قلت لها هو صادف عيد ميلادها ورا قبل الامتحانات، يعني قبل الامتحانات بيومين هيج 3، فقلت لها ماما أجلي العيد ميلاد مالتك، خلي يصير ويا النجاح مالتك إن شاء الله. إذا نجحتي أسويك عيد ميلاد وأعزمي صديقاتك، أنتي مو تريدين تعزمي صديقاتك. فخطية هي مأجلته، ورا ما نجحت يومية ماما أمتى تسوي لي عيد ميلاد ما أعرف ليش. قلت لها صبري ماما، لأن تعرفون يعني بقتها جدتي توفت الله يرحمها، فما قدرت يعني أسوي لها العيد ميلاد. يعني صار هاي هم يعني فرحة التخرج مالتها والنجاح مالها العفو والعيد ميلاد. طبت السنة التاسعة العمر كله يا رب يحفظهم ويخليهم إلي، وإن شاء الله أشوفهم بأعلى المراتب. وهذا كان جزء من تحضيرات زمونة للعيد ميلاد. حبايبي اللي وصل لي هنا لا ينسيني بالتعليق واللايك الحلو من ايديكم الحلوة، وقولوا لي شنو رايكم بتحضيرات زمونة. اني صراحة رحت جبت الكيك، فقط هاي الكيك ابو شاي اني سويته. وهاي هنا مثل ما وهنا هي مثل ما شفتوا هي وصديقاتها، فحبيت اصورهم هيجي ما طلعت وجوههم، فقلت يعني حق يعني هي التصوير إلها. هنا هي وأختها حابين يسوون هذا ترند، فيعني هم سوت تصوير كلش حلو، لقطات حلوة العيد ميلاد إلها يعني، وفرحة التخرج مالتها أو النجاح. وهنا مثل ما تشوفون حفلة كلش بسيطة ومتواضعة إلها ولصديقاتها، فيعني كان عيد ميلاد كلش حلو والعمر كله يا ربي. ويا ربي أشوفك بأعلى المراتب، وربي يحفظكم لي ويخليكم. وهنا مثل ما تشوفون هاي التحضيرات أنا قلت لكم زمونة سوتها، وحبيت هيجي هم صورت كم ترد إلها. ولا تنسوني باللايك والتعليق الحلو. ولهنا ينتهي الفيديو حبايب قلبي، ومع ألف سلامة.